وبيبدأ الفيلم سنة 1992 مع بنت صغيرة اسمها ريبيكا، وهي ماشية في الجنينة بتاعة البيت لكن بتسمع صوت جاي من حمام السباحة فبتتحرك على هناك. هنا بتشوف لعبة على شكل سفينة في المكان، وبتستغرب ان هي أول مرة تشوف لعبة زي كده في البيت عندها أصلا، وبيكون عندها الفضول ان هي تاخدها. وبعد محاولات كتير للأسف مش بتقدر انها توصل للعبة لحد لما بتقع في حمام السباحة، وبعدها بتختفي على طول من المكان، وبتعدي الأيام ومحدش يعرف مكانها لحد دلوقتي. والناحية التانية بنشوف أسرة ري، واللي بنعرف ان هو لاعب مشهور في المدينه لكن للاسف اتصاب من فتره قريبه ومبقاش يروح التمرين بتاعه. بعدها بيوصل على البيت اللي كان ساكن فيه ريبيكا، واللي بنعرف ان هو للبيع دلوقتي، وده عشان يتفرج عليه. وبيوصل عند حمام السباحه. في الوقت ده بيقرر ان هم يشتروا البيت بسببه، وبيفضل ري واقف مع مراته وهم مبسوطين، لكن بتدخل عشان تتكلم السمساره اللي كانت واقفه معاهم من شويه. وهنا ري بيشوف كرة واقعه قدامه، فبيحاول ان هو ياخدها بسرعه من الميه، لكن للاسف بيقع على طول ومش بيقدر ان هو يطلع بسهوله. وتاني يوم بيتحرك ري مع ايفا على الدكتور عشان يكشف على الاصابه بتاعته، وللاسف بنعرف ان الحاله كل يوم اسوأ من الاول، وبتطلب منه شويه اشاعات. في الاخر بتطلب منه يتمرن في حمام السباحه عشان يتعالج في اقرب وقت، وبيرجعوا تاني على البيت عشان ينضفوا الحمام، وبيبدا الجلسه بتاعته. لكن مع الوقت ري بيتعور في ايده، وبتظهر ميه غريبه في الحمام كله، فبيقرروا ان هم يتصلوا على واحد متخصص في التصليح، وده عشان يظبطه. هنا بيعرفهم ان هو اول مره يشوف حمام سباحه زي كده، واللي بيكون مصدر الميه جايه من الارض مش الخرطوم بتاع الحنفيه، وان هي حاجه حلوه غير باقي الحمامات بتاعه السباحه. وفي الاخر بيخلص من التصليحات، وبتنزل الاسره على الحمام. وفي الوقت ده ايفا بترمي عملات معدنيه في المكان، وده عشان تلعب مع اطفالها مين هيجيبهم الاول. وبالليل بنشوف ايزا بتنزل هي كمان على الحمام لوحدها، لكن بتلاحظ ان في حد معاها في المكان، فبترجع تاني على الاوضه بتاعتها وهي مرعوبه. وفي الوقت ده بتكون فاكره ان جوزها بيهزر معاها مش اكتر، لكن بتستغرب ان هو لسه نايم لحد دلوقتي، ومش بتاخد بالها من القط اللي كان قريب من الحمام. وتاني يوم بيشوفوا الجرس اللي كان في القط بتاعه مرمي في الميه، وطبعا بيعرفوا ان هو اكيد غرق منهم، لكنهم مش بيلاقوا اي اثر في حمام السباحه. والناحيه التانيه بتتحرك ايفا مع جوزها على المستشفى عشان تعمل الاشاعات المطلوبه، والدكتوره بتستغرب ان اثار الاصابه بتكون اختفت لوحدها. هنا بيعرفوا ان الميه بتاعه الارض بتقدر ان هي تعالج من الامراض كلها، فبيقرروا انهم يقعدوا في حمام السباحه وقت اطول، وده عشان يتعالجوا من كل حاجه. وبعدها بنشوف ري مع ابنه في حمام السباحه، وبيطلب منه يلعب معاه شويه، فبيقرر ان هو يرمي عمله معدنيه في المكان، وبينزل عشان يجيبها. بعدها بيشوف عملات اكتر بتقع في المكان من حواليه، وبيفضل يجمع فيهم وبيطلع تاني. لكن الغريب ان هو لما بيخرج من الحمام مش بيلاقي حد موجود اصلا. وبعد شويه بيسمع صوت طفله بتتكلم معاه من الحوض، وهنا بتعرفه ان هي اسمها ريبيكا وبتدور على امها من بدري، وطبعا بتطلب منه المساعده في كده. هنا بيمد ايده عشان يشوفها، لكن بيلاقي ايد مرعبه ظهرت فجاه في المكان عشان تسحبه، لحد لما بيخرج تاني من الميه ومش مصدق اللي حصل معاه من شويه. وفي الاخر بيعرف امه ان في طفله في المكان واسمها ريبيكا بتدور على امها هي كمان، فبتتحرك على حمام السباحه عشان تشوف الطفله. في الوقت ده بتعرف ان مفيش حد موجود اصلا، وبترجع تاني على البيت، وبتعرف جوزها اللي حصل مع ابنهم، لكن بيقول لها ان هو ممكن يكون بيلعب معاها مش اكتر، وده عشان يخوفها من الميه. الناحيه التانيه بيقرر ري ان هو يعزم كل الجيران على الاكل في حمام السباحه، وبعدها بيتحرك على التمرين، وده عشان يرجع تاني للعب مره تانيه. وهنا بنلاحظ ان ري بتكون ضربته اقوى من الاول اساسا، وبتكون خرجت بره الملعب كله، ومش مصدقين ان هو كان مصاب. وبالليل بيرجع تاني على البيت عشان يشوف ايفا، وبيقرروا انهم يتعشوا مع بعض في اي حته، وبيفضل اليوت مع ليزا في البيت لوحدهم. هنا بنشوف صاحبها وصل على البيت عشان يقعد مع ليزا، وبتنزل معاه على حمام السباحه، لكن بعدها بيطلع وبتفضل لوحدها، وبتشوف شبح بيظهر من وراها. وفي الوقت ده بتكون خايفه جدا لحد لما الاشباح بتتجمع حواليها من كل حته، وفي الاخر بتحاول ان هي تطلع على الحمام اصلا، وصاحبها بيسالها عن اللي بيحصل بالظبط. هنا بتعرفه ان في حاجه غريبه في الميه كانت عاوزه تشدها لتحت، فبيعرفها انها بتتخيل مش اكتر، لحد لما بيسمعوا صوت عربيه الاب بتكون وصلت على البيت. طبعا صاحبها بيخرج من هنا بسرعه، وده قبل ما يشوفه يخلص عليه، وبيخلص اليوم على كده. وطبعا ري ما يعرفش كل اللي حصل في حمام السباحه. فتاني يوم بنشوف كل الجيران بتوصل على البيت عشان يحتفلوا مع بعض، والمدرب كمان بتاع ري بيحضر الحفله مع باقي السكان. والناحيه التانيه ايفا بتكون مع السماسره، وده اللي اشترت منهم البيت، وبتعرفهم ان السكان اللي قبلهم محدش اصلا كان بيستخدم حمام السباحه، وده عشان في حادثه حصلت فيه من سنين وخايفين منها. فطبعا بيكون قصدها على ريبيكا، والواضح ان ايفا هي كمان عارفه الاسم لان ابنها قال عليها من يومين.
وبنرجع تاني على ري في حمام السباحة وهو شايل ابن المدرب وده على كتفه وبينزل بيه على المية، لكن الواضح ان في حاجة ظهرت من حواليه وده عشان تسيطر على كل افعاله. وللاسف الكائن بيطلب منه ان هو يغرق ابن المدرب لحد لما اليوت بيشوف اللي حصل وبيتحرك على امه بسرعة، وبعدها بيقدروا ان هم يلحقوا الطفل وكمان ري. وفي الوقت ده بنشوفه مش قادر يتنفس لكن الطفل السليم، وهنا بيكون مش فاكر اي حاجة من اللي حصلت، واليوم بيخلص على كده لحد لما المدرب بياخد ابنه وبيخرج من البيت. وهنا بنشوفه قاعد مع ايفا عشان يتكلم معاها وبيعرفها ان في حاجة كانت سيطرت على جسمه في حمام السباحة، وبتقرر ان هي ترجع تاني بيه على البيت عشان يريح. وبالليل ري بيكون صوته متغير وبيعرف ايفا ان هو كان عاوز الفرصة عشان يغرق الطفل مش اكتر، وفي الاخر بتفهم مراته ان في روح شريرة بتكون مسيطرة على المكان. وتاني يوم بتقرر ان هي تفضي حمام السباحة عشان محدش ينزل فيه تاني، وبتحاول ان هي تعمل بحث عن الطفل اللي غرقت في الحمام ده واسمها ريبيكا. في الوقت ده بتعرف ان كل اسرة وصلت على البيت، للاسف واحد منهم بيكون مات في حمام السباحة، فبتخاف جدا من كل المعلومات اللي شافتها، وبعدها بتروح على ام ريبيكا وده عشان تتكلم معاها شوية. وهنا بتستغرب ان هي واحدة كبيرة في السن اصلا على الرغم ان بنتها كانت صغيرة، وهنا بتشوف انها مركبة جهاز تنفس صناعي متوصل بانبوبة الاكسجين ومش بتقدر تتحرك غير بيها. وفي الوقت ده بتستغرب ايفا من كل تصرفاتها، لكن بتعرفها ان المية فيها روح شريرة ممكن تعالج الاشخاص اللي عندهم امراض مزمنة، وده زي اللي حصل مع جوزها بالظبط. والناحية التانية الام بتعرفها ان المية دي موجودة في ينبوع من الاف السنين، وللاسف محدش عرف يوصل للقاع بتاعه، وان هي تقريبا بوابة للجحيم، وان اي شخص هيتعالج من المية ويخلص من المرض اللي كان عنده للاسف لازم يضحي للمية عشان تفضل موجودة مدى الحياة. في الوقت ده بتعترف ان هي عندها طفلة لكن ضحت بيها عشان توماس ابنها يفضل عايش من المرض اللي كان عنده. فبنرجع للمشهد اللي ظهر في اول الفيلم مع الطفلة، وهنا بنشوفها وهي بتغرق في حمام السباحة والام فضلت تبص عليها، وللاسف كانت عارفة انها ممكن تموت وده عشان تساعد ابنها توماس المريض. وفي الوقت ده شكل الست بيتغير وبقى مرعب جدا، وبتعرفها ان كل حاجة هتخلص قريب جدا والينبوع هيتقفل مرة تانية لحد لما يوصل حد جديد على البيت. فبتخرج ايفا من البيت وهي خايفة جدا على اسرتها لحد لما بترجع عليهم، وبالليل بتشوف مية بتخرج من حمام السباحة وبتستغرب ان عين ري بتتحول لعيون شيطانية. والناحية التانية بنشوف إيلوت لوحده في البيت في حمام السباحة وبيسمع صوت القطة بتاعته جاية من المية، فبينزل على هناك بسرعة عشان يساعده. وللأسف هنا مش بيعرف ان ده كان فخ من الشيطان عشان يخلص عليه، وبتفضل تسحبه على ينبوع الارواح، وللأسف اخته مش بتلحق ان هي تعمل له حاجة. وبعدها بنشوف ايفا بتوصل على البيت في الوقت المناسب عشان ابنها، وبتطلب من بنتها ان هي تطلب الشرطة بسرعة، وفعلا ده اللي بيحصل. لكن لما بترجع على البيت بتشوف كوباية بتكون واقعة على الارض وبتدوس عليها بالغلط. وهنا بنرجع تاني على ايفا وهي في حمام السباحة عشان تاخد ابنها من المية، وبتدخل في الينبوع الواسع، واخيرا بتشوف إليوت لسه عايش، وقبل ما تخرج بيه بتشوف الاشباح ظهرت تاني من حواليها. وفي البيت بنشوف ري اللي سيطرت عليه الارواح الشريرة بيحاول ان هو يطارد بنته، ومع الوقت بتقدر ان هي تخرج من البيت على الجراج وبتحاول تفتح الباب بسرعة لكن مش بتعرف. وهنا بنرجع تاني على ايفا اللي قدرت ان هي تاخد ابنها وبتحاول تطلع من حمام السباحة، لكن للاسف مش بتلاقي البوابة اللي دخلت منها، وطبعا نفسها بيكون قرب يخلص. لكن في اللحظة دي بتظهر ريبيكا وروحها وده عشان ترمي العملة المعدنية عليهم، ومع الوقت بنعرف ان هي كانت عاوزة تساعدهم في الخروج من المكان، وبيفضل ينور قدامهم. بيظهر اخيرا المخرج وبنعرف ان الام طلعت مع ابنها ولسه عايش لكنه فاقد الوعي ومش بيتكلم ابدا، فبتحاول ان هي تساعده بالتنفس الصناعي قبل ما يموت. وهنا بيظهر ري مرة تانية عشان تعرفه ان هي محتاجة منه المساعدة عشان تلحق ابنهم، وان هم لازم يتحركوا دلوقتي على المستشفى، لكن للاسف بيمسكها من رقبتها تحت سيطرة الكائنات الشريرة وده عشان يخلص عليها. وبعدها ليزا بتضرب ابوها المضرب عشان تلحق الام، ولما بيقعوا على الارض بتفضل ايفا تتكلم مع جوزها ان هو يتخلص من كل الارواح اللي مسيطرة عليه، وهنا بيفتكر كل الذكريات مع اسرته، وفي الاخر بيقدر ان هو يتحرر من سيطرتهم عشان يساعد ابنه ان هو يفضل عايش. وبينزل على حمام السباحة عشان يدخل الينبوع ويقدم نفسه ضحية للشيطان بدل ابنه، وتاني يوم بنعرف ان الاب موت نفسه وده عشان ابنه يكون عايش. هنا بيشوفوا فيديو للاب ان هو كان مستعد يعمل اي حاجة عشانهم، وده اللي بيحصل فعلا، وبيخلص الفيلم لحد هنا.